لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة سلويك لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيمو وخزمتان بمبست رزامن رب العالمين وهي وادال مئوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بەڵە خۆشەویستان وەکلوانی ڕابردووش لە خزمەت ئەواتە پیرۆزدا بووین کە ڕەب العالەمین لە دوای باسکردین کەسانێکی بێباوەڕ کەسانێکی تاوانباری زاڵم کە باسی لە مەسیر و چارەنووسی ئەوان کرد ئەوجا باز لە ئیمانداران دەکات لە مقابل ئەوان والذین آمنوا وعملوا الصالحات ئەوانە کە ئیمانیان هێنا و کردەوەی چاک دەکەن لا نكلف نفسا إلا وسعها کردەوە چاکانشیان لە قەدەر تاقەتی خۆیانە ئێمە تەکلیف لە کەسێک ناکەین لە تاقەتی خۆی زیاتر ئەوانە یارانی بەهەشتن هەتا تێدا دەمێننەوە. لە مەعارج تەفەکر دەڵێ لا نكلف نفسا إلا وسعها هذه جملة معترضة بين المبتدأ وبين الخبر. كواتا دەڵێ جملەکە مبتدأ و خەبەرش تێدایە جملەی معتەرضیش لە نێوانیان مبتدأەکە چییە؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أو مبتدأ خبركي أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لو نيوانش أو جملة معترضة هاتية لا نكلف نفسا إلا وسعها ما بس شيء تيدا للمبادرة إلى طمأنة المتقين دس بيش خرية مبادرة لبويك وكسانش متقي مطمئن بن بأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. تاكو تيمام بقيني الله سبحانه وتعالى تكليف لهيت كسيقناك تنهاهم إلى الطاقة داهية قبل أن يبشرهم بأنهم أصحاب الجنة وبأنهم سوف يكونوا خالدين. كوا تبيش أوي مجدمان بيد بدا كوا أواني إيمان دار وكردوي تاشيان هيك خبرك أوي كوانوا أصحاب الجنة بيش أو خبر ما بيد فرمي إيما تكليف لكسناك إلا أوي كوا لطاقة داهية. وهذه الجملة المعترضة تدل على قضية أو جملة معترضة بلقي لسردوش يكم أن التكاليف الربانية الإلزامية الواردة في آياته أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في بياناته أو تكاليف پروردگارياني كوا هاتية لأن رب العالمين كوا بواجب بإلزام هاتي واجب كده للسلمان كاتي كوا القرآن هاتية ياخذ لسر زمان پیغمبركي صلى الله عليه وسلم هاتية مشمولة بأنها من وسع المكلفين على وجه العموم أو تكليفان كوا بواجب هاتي هم لقرآن هم لسنة بلقي لسروي كوا أو تكليفان هم إلى طاقة بشر دا أخوة سبحانه وتعالى له نارديتي. أما أصحاب الضرورات والمعاذير كاتب عام لا طاقة بشر دا ولم أوي كوا لحالته ضرورته يعني عذر شيء فإن الله عز وجل يخفف عنهم التكاليف. لو حالتك وضرورتك هاتبيش يعني عذريك هي أو كسا خواهي يقولوا تكليفي لسر تخفيف دكا بمقتضى أحكام التخفيف الوارد في القرآن والسنة يتر حسب أو كوا القرآن والسنة هاتي لأحكامك كوا أحكام التخفيف وكل القرآن والسنة هاتي وكو كرفع الحرج عن المريض والأعمى والأعرج في بعض الواجبات. خواهي قولا أو كسي كوانا خوشة أو كسي نابينا أو كسي كوا دشلي حرج واجبي لسر لا داية لهندق لواجبات كان كالقتال في سبيل الله أو كسا حرج لسر النية تكليف اللي نكري بسيتم قتال بكالفين خواهي قولا وكرفع الحرج عن الناسين المعذورين في نسيانهم وهلها وكل حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم
ئەو کەسێکەوە بە نسیانەوە شتێک لەبیر دەکا گوناهی ناگاتێ حەرەجی لەسەر نییە. وعن الذين تعرضوا لسلب أهلية التكليف منهم ياخذ أو كسيكا أصلا كسيكا تكليف لسر هل دجرين عند حالة أو كسيكا أغمي عليه لبون منه يعني كسيكا بيهوش دبي تكليف لسر نامنه أو كسيكا عقلي لدز ددا بهر سببك بي تكليف لسر نامنه كواتا بعام أو واجباتان كخواي والناديتي لقدر بشره أو خوايك أو بشر خلق كده واجبات كانش لقدر خوان ناردي وأويكوا لو حالة الطبيعية عذري شدة بيشه ضرورة شدة بيشه عين خواي جورا أو تكليفي ليناكاو والكل سر تخفيف ذاك أو إياك بابن شتى دي كشكوا لو لا يكلف الله لا نكلف نفسا إلا وسعها ودجري أن كل ما لا يدخل في وسع المكلف أن يعمله أو أن يتركه فإن الله عز وجل لا يحاسبه عليه أو كوالتواناي مكلف دانية كوابيكا كبيست بيكا ياخذ لتواناي ديانية كنيكا كبيستوانيكا فإن الله عز وجل لا يحاسبه عليه لو حالته حسابي لقلناك ولا يدخله ضمن المسؤولية أيضا ولا يتعلق بثواب ولا عقاب فأتى لو حالته أو لمسؤوليته يدردسي ثواب وعقاب شيء لسر النية ذلك لا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هاو الشوي وآتوا أحاديث كان في الرسول صلى الله عليه وسلم كواتا براستي خوايق والتكليف ما ليناك بشتك وعلى طاقتي إيه مدانية كلا طاقتي إيه مدانية همو أو فرماناني خواي قورا لطاقتي بشر دا هر كسيشيش لبر حالتيش تايبت ضرورتك كديت بيشي عذريش اللي بيدا دبي أو واجبات لسر تخفيف دبي بلام لير دا بشيويش كش برسيارك بكين لا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هريق ليمة بيويست برسيار خمان بكين بفعلي أوي لطاقت من داهي أويك لطاقت من ده كرديت من أنزام من ده بعام مقصرين خوابنا من ده أولئك أوانيك وابوشي وكردو إيمان وكردو تساتشان كرديا أوانا أي المتصفين بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا كواتا أوانا أصحاب الجنة هاو دمن لقلب هشت أو وكل قاسم دل أنا هاودمي بهشتن نتحويل ذكرين لا درين لوين درين بروزيجاش كام نبخوش يان دعوة كان لوين لا بدرين لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ثم أوان ديبين لأنواع خوشيا كانوا أنواع يشتك بيت خوشة ما تقف عنده الغايات ولا يطلب على منها سبحان الله أو هندخ وشي تدا كوا براستي لوي زياترنية داوا بكي ولا يطلب أعلى منها لوي زياترنية تبي داواي بكي أو فريغاي داوا كراو كاين تدا خوابا قسمة مامكا أولا قاسمي دل لا معاش تفكر دل أولئك دفن جاءت الإشارة إليهم باسم الإشارة الموضوعي للمشار إليهم البعيدين أولئك حتى الزمان العربي لبو إشارتك لبو كسك ولا دور وبي لو بإشارة الدور خاي يقول باسنك للإشعار بارتفاع منزلتهم عند ربهم تاوكو تمام قين أنا منزلتي شزول برزيان هيلاي پروردگاريان سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة أي ملازموها أصلاً هاودمي بهشتن هاودم ملازمي بهشتن ملازمة الصاحب لصاحبه هل وكو هاودم لقل هاودمي خوي ملازمة لي زيانابتو أوانا بوشيوة ليك زيانابن ولقل بهشت وربما دل هذا الاستعمال على معنى التملك لو أنشأ معنى التملكيش خاون داريتيش بقيني أي هم مالكوها بتمليك الله لهم أنا ابن خاوني بهشت خواد يعني كاتخاون سبحانه وتعالى أو مالكو التنعم بما فيها من نعيم عظيم مقيم وأنا خاوني أو ناز نعمتي قورو بردواما خواي أواني كردي تخاون لأن مالك الشيء يصاحبه ويلازمه كواتا لبروي كاتك كسك دبت مصاحبي ملكيك بخوي خاوني بي إتر لو أنا معناه خاون داريتيش ببخشي ومعناه بردواميش ببخشي خواي قال له أنا بجميري
بەڵێ ئەوجا لە ئاەتی دواتر دەفەرمی هەر لە درێژەی باسی ئیمانداران کەوا ئیمانیان هینا و کردو چاچیان کردیە ئەوانە کەسانێکن یارانی بەهەشتن لە بەهەشت حالیان کووە چی دەڵێن ونزعنا ما في صدورهم من غل ئەوەی غل و حقد و ناخۆشی لە سینجیان دەری دەینین سبحان الله تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار واتە لە ژێر دارەکانیان و لە ژێر باغەکانیان و قەسرەکانیان ڕووبار دەڕوا چی دەڵێن وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا دەڵێن حەمد و سەنا لە بۆ ئەو زاتێکەوە هیدایەتی دان لە بۆ ئەنجامدانی ئەو کردوانەی کەوە ئەمەی بەو ڕۆگەیاند وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بەڕاستی لە هونەری خۆمانم ئێمە ئەو ڕێگە ئەمان نەدەدۆزیەوە ئەگەر الله سبحانه وتعالى بفضل خۆی هیدایەتی نەدابین لقد جاءت رسل ربنا بالحق واتە بەلامی تەوکیدی قەسەمی و بەقەدی تەحقیق پێغەمبەرانی پەروەردگارمان بەحەق هاتن ونودوا ئەوجا بانگ دەکرێن ئەن تلکم الجەنە ئەو بەهەشتەی کە تێیدانە ئورثتموها بما كنتم تعملون ئەنگۆ بووینە خاوەنی بە سەبەبی کردەوەکانتان ونزعنا ما في صدورهم من غل لا تفسير قاسمي دلي أي نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة كواتا أوي كوا هوكارة لبو رقليبونو لبو حسودي لبو دجمناتي حموي لضليان دردينين أو نطهرها منها ياخذ أو سينجام باك دكينو لوشتانا حتى لا يكون بينهم إلا التواد والتعاطف تاو كل نيوان أهلي باش هيت شتاق لو زور نبي لحقد لحسودي بلكو إلى نيوانيان أو بريخ وشويستي وسوز لنيوانيان وصيغة الماضي للإيذان بتحققه ونزعنا ما في صدورهم من غل صيغي فعل ماضية واتا درمان هنا للضليان لسينجان أو كواغل درمان هنا بصيغي ماضي هشتاش روي ندا لێرە دا لۆ بە سیغەی ماد دەجێڕتەوە لتەحەققی لەبەرەوەی بە تەئکید ئەو هاڕوو دەدا خوای گەورە سوبحانە وتەعالە بە سیغەی ماضی لۆمان دەجێڕتەوە لە تەفسیری سعدی دەڵێ ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور ئیتر خوای گەورە سوبحانە وتەعالە ئەو کەرامەتە و ئەو ڕێزان لێ دەنێ هەندە ڕێزان لێ دەنێ هر يك لوانا ما يحصل لكل واحد من الغبطة والسرور دل خوش دبي ويكوابي بخشرا ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم هر يك لوان سبحان الله هر يك لوان واد زاني هيز خوش يك لوي زياترناك إني كبي بخشرا فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لو حالتي هيت حسودي ورقليبون لنوانيان نامينه هيت هل يقدرون واضعي لوي باشتري نية لأنه فقد فقدت أسبابه هو كاركاني رقليبون أو حسودي نامينه هل يقدرون واضعي أو خوش أو تيدايا لوي زياتر نية يتحسودي بشيبا سبحان الله لأضواء البيان دلي وذكر في موضع آخر كواتل زيقايدك باس كرايا لجيغايدك باس كرايا أن نزع الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخوانا على سرر متقابلين وكل سورة الحجر يقول باس كون نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين كواتا لسورة الحجر دفرمي أويك ولسينجيان لغل وحقد وحسد دري دينين دبنا براي يكتري يتر على سرر لزيقاي برانبر يكتري بالدتنوا لا يمسهم فيها نصب نما نديبون تيدا من لبهشت وما هم منها من مخرجين وانا دريج دهين درينتسينا شكا لبهشت دفرمي أوانا آمنين من النصب لبرانبر يكتري ولو خوش يدان أمينا لو كوا مانديبا وأمينش لو كوا من الخروج من الجنة لو كوا لبهاج در بهندرين إتر خواهي قول سبحانه وتعالى بوش شوية پاداشتيان دداتوا
انزاوكو لا معارج تفكر دل هذه منحة يمنحهم الله إياها راستي أو منحيك خوشيك بيان دبخشري فوق منحتي دخول الجنة ومشاعر الخلود فيها كواتا بيز قالوا كوادس نبهاش بيز قالوا كوا حتى دمينين وكل آت كبيش ترفوا فرموا أصحاب الجنة هم فيها خالدون تفرمي أو من حيث دي كشفي عند بخشري بيز قال أو خوشي كوا تيدانا وهي منحة إراحة قلوبهم ونفوسهم من كل ما يعكر صفو سعادتهم من غل تفرمي أو من حاشان بيدا بخشري كوا أو دليان أمينة لوي كوا إسراحته هيز غل حسد اشتدانما بفعلي إنسان كاتك لدنيا جدا أجر غل حسادة لضلها مرتاحني أو ضلح مرتاح كوا باك لو اشتانا إتر يقل خوشكاني بهشتوي أو ضلح باك دكريتو هيز غلي تدانامي أبدا غلي تدانامي هيز غلي تدانامي حتى وكو عندك لزانان دلين أنا لا بهش ذاك باز لحور العين كرا باز لو كرا هر إيمان داري بياو أجر خيزانة كشي إيمان دار بهردو كفيك ودس نباش عيني لو اندرج دقنوا يكتري بلام حوريش بيدر بياو لو اندري أو خيزاني غيرينية بلام بربا حوري كاني بهش نخير لبروي غل حصادته غير نامينه سبحان الله إتر بوشوية زانا باز لا تفسير تكن واشتتريشان زور باس كده بلام لبرتوابوني كاد دوستين فبشتوان رب العالمين لو أنا داهت ديني وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون